السلام عليكم لكل متابعين قناتي. يا رب دايما تبقوا بخير وبسعادة. أحب أبدأ الفيديو بتاعي زي كل مرة بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وطبعا ما انساش ان انا اقدم شكر وتقدير للمتابعين القناة بتاعتي اللي دايما بيدعموني بكلامهم وبمشاركتهم للفيديو. وطبعا ده ما بيتقدرش بأي كلمة كويسة في الدنيا دي كلها. شكرا ليكم. النهارده انا هعمل لكم تلبيسه رائعه تجددي بيها الكرسي بتاع السفره. زي ما انتم شايفين كده. شكلها حلو جدا وانا انبسطت قوي لما انا عملتها. شايفين حلوه جدا. يعني تكلفتها مش عاليه قوي، بس انت هتبقى مبسوطه وانت شغاله، وان انت ان انت عاملاها بايديكي. طبعا احب قبل ما ابدا ازاي تعملوا تلبيسه الكرسي، احب اقول لكم ان الفيديو ده تعاون ما بيني وما بين قناه بيتي كل حياتي. صاحبتها انسانه جدعه جدا وشاطرة جدا وست بيت ممتازة. هي النهاردة هتقدم لكم فيديو عبارة عن ازاي تنظمي الميزانية بتاعة البيت بتاعتك. ازاي تنظمي ميزانية دي القناة بتاعتها هي طبعا. ازاي تنظمي ميزانية البيت او تظبطيها في حدود 20 جنيه في اليوم. هتعرفك ازاي تعملي اكلات ايه، وازاي ترتبي الميزانية بتاعتك ازاي. طبعا قناتها ممتازة. هتلاقي طبعا انا مش عارفه هي هتبقى واضحه الفيديوهات ولا ايه، بس ان شاء الله انتوا هتدخلوا وتشوفوها وهتتاكدوا من الكلام اللي انا بقوله. هي طبعا بتنظم وبترتب البيت باسلوب سهل ازيكم يا وبسيط. بنات، اهو عاملين ايه؟ شايفين. معاكم هبه من قناه بيتي كل آم، حياتي. زي ما انتوا زي ما شايفين انتم كده، طبعا شايفين انا حبيت ان فضيت انا المطبخ اظبطها. وكل حاجه موجوده فيه آم، علشان انضفه كويس جدا قبل ما ادخل اهيت. الزبائن. طبعا هي بتعمل فيديوهات لتنظيم وترتيب البيت. بتعمل اكلات سهله وبسيطه جدا. بتعمل اعمال فنيه جميله برضو. اتمنى ان انتوا تدعموا القناه بتاعتها وتدخلوا وتشوفوها. صدقوني هتحسوا فعلا ان هي ست بيت ممتازه وشاطره خالص. طبعا الناس الجديده اتمنى ان هي لما تشوف الفيديو بتاعي تعمل لي اشتراك للقناه. وطبعا أنا نفسي الفيديو بتاعي يوصل ل1000 لايك. ويلا نبدأ بقى هنشوف هنعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده، انا جايبه نوعيه قماش. انا بصراحه مش عارفه اسمه ايه بالظبط. انا ممكن اكتبه لكم في اول تعليق للفيديو على ما اسال عليه. لان هو القماش ده اللي بيتعمل تلبيسه لللبس، يعني الهدوم تحت الهدوم بيتعمل تلبيسه للهدوم نفسها. بشوف اي نوع قماش عندي ابدا استخدمه عادي عشان اعمل عليه الكسوه. انا ممكن اجيب النوع ده، ممكن اجيب نوع اغلى. انا لقيت دي لان دوت ده رخيص شويه يعني. هو مش رخيص قوي يعني، بس ده المتر منه ب18 جنيه تقريبا. فانا جبته علشان يعتبر يعني هيبقى شكله احلى شويه. ولقيت منه الالوان اللي انا بحبها. يعني دايما انا بحب الالوان الفاتحه دي. انت على حسب اللي يليق عندك، يعني دول مثلا هيليقوا عندي. انت على حسب اللي هيليق معاكي في البيت. تمام. انا جبت متر من ده ومتر من ده. انا عملت مجهزه اللون الدرجه البينك او الفوشيا ديت انا مجهزاها. هتشوفوها. انما انا هقص دي قدامكم. بس انا دي هعملها اعملها لكم حاجة تانية ان شاء الله. بس هتبقى فكرة تانية مختلفة. انا بصوا ده جبت المتر اهو. ده متر من القماش البنفسجي الموف ده. وهبدأ اجيبه اقسمه نصين كده. تمام. اقسمه نصين وهبدأ اقصه. يعني انا هيبقى طويل شوية كده لان انا هعمله بالطول اهو. وهبدأ اقصه كده من هنا. انا قسمته نصين تقريبا وهقصه كله. هو القماش ده طبعا مش محتاج سرفلة ولا اي حاجة، لان هو بيبقى تلبيسة للهدوم. يعني الترزي بيجيبه لما تكون انت مثلا جايبة فستان او جيب او اي حاجة. يبدأ الترزي يعمله تلبيسة للهدوم. وتختاري اي نوع. ممكن اجيب المهير هوريهولكوا برضو. تمام كده. زي ما انتوا شايفين انا قصيته اهو قطعتين اهوت، فصلته عن بعضه. ده جزء وده جزء اهو. قصيته بالطول. تمام كده. يعني انا بقص باخد طول الكرسي. طيب انا دلوقتي هبدأ بقى انتقل معاكم ونحط الكرسي بتاع السفرة ونبدأ نشتغل عليه. تمام كده. زي ما انتوا شايفين كده انا مجهزة الكرسي بتاع السفرة قدامي. انا هبدأ اعمل ايه. انا شايفين ده القماش بتاعي اهو بالطول. تمام. انا شكل كرسي السفرة بتاعه واخد شكل كيرف كده مدور. في ناس ممكن تلاقيها مربعة، هي النتيجة واحدة يعني مش تفرق كتير. شايفين انا جايباه هنا بالطول اهو.
كده. شايفين المساحة بتاعتي؟ انا هبدأ انفذها ازاي. انا عملت طول طويل جدا اهوت. هبدأ اجيب هنا، احط هنا على الاطار بتاع الكرسي من هنا الخشب، وهبدأ اجيب من هنا الجناب ديت هقفلها من هنا. هاخد المقاس بتاعي. شايفين؟ طيب هعملها ازاي؟ مبدئيا انا هخلي هنا ده قصير. يعني ايه قصير؟ يعني هخليها نفس المقاس. يعني بصوا، هخليها لحد مثلا الحز بتاع الكرسي كده. شايفين؟ انا هنزل لكم الكاميرا شويه اهيت، يعني ممكن تبان اهو. تمام كده. اه انا عايزاها لحد هنا كده. نجيب الناحيه دي كده اهي. يعني انا عايزه جزء صغير بس اللي باين من هنا كده. تمام. طب هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اجيب معايا دبابيس عشان اظبطها الاول. هجيب الدبابيس بتاع الطرح العاديه دي اللي هي كده، وهبدأ ايه اعملها من هنا كده. ترى واضحه قدامكم. نيجي هنا، هبدأ اجيب هنا مقاس الكرسي كده، وابدأ اعمل على قد بالدبوس من كده، بحيث ان انا ايه اسهل عليكم ان هي ما تطلعش. ممكن اعملها اقيسها بالظبط بالمتر، واقيس المساحه بتاعتها. يعني ممكن اقيس المساحه دي قد ايه من هنا لهنا، وابدا اشوف اقصها على القماش. بس انا بستسهل دي لانها بتطلع الحاجه مظبوطه اكتر من المتر. تمام. هروح هنا برضو الجهه التانية ديت اهو. هبدا اخد برضو ايه، اثبت الشكل بتاعي ده كده زي ما انتوا شايفين بالدبابيس. انا ممكن اقرب الكرسي شويه كده اهو عشان يبقى واضح اكتر. تمام اهو كده زي ما انتوا شايفين، بحيث ان انا اظبط المساحه بتاعتي دي. شايفين؟ اما اجي هنا للجزء اللي فوق ده اللي هو هنا، مش عارفه عايزه اقرب ولا ايه كده. تمام. هنا كده هقوم جايه برضو واخده الكيرف ده، واقوم جايه ظبطاه من هنا زي ما انتوا شايفين. والناحيه التانية الكيرف التاني هيصبح عندي ايه، ناحيه طويله. هيبقى عندي كده المساحه دي هتبقى هنا كده، دي قصيره شويه، والناحيه اللي ورا طويله، عشان هعملها طول الكرسي. انا هنزل لكم الكاميرا برضه هتشوفوها، بس بعد ما اقفلها. انا عملتها ظبطتها كده بالخياطه. بعد كده هبدا اعمل ايه، هبدا اجيب الابره تكون جاهزه معايا، ابره وخيط. تمام. وهبدا اشتغل على الاساس. يعني هبدا اخيط كل الجزء ده كده. طبعا في ناس هتقولي الابره والخيط في الشغل ده ممكن تبقى مش مضمونة، ممكن تفك. هو انا هعالجها بعد ما نخلص بمسدس الشمع بحاجة باسلوب معين كده. هتشوفوها في اخر الفيديو ان شاء الله. بس انا ممكن اللي عنده مكنة ومتمكن منها يخيطها. بس انا دايما مقتنعة ان في ستات بيوت كتير او في بنات كتير ما بتقدرش تستخدم الابرة او الابرة او المكنة اللي موجودة في البيت. فممكن انتي بسهل على المتابع بتاعي ان هم يشتغلوا بالابرة العادية، عشان مش الكل زي ما قلت لكم عنده المكنه. تمام. طيب انا مخيطه بقى جزء كده هوريه لكم. انا هشيل ده زي ما انتم شايفين. انا عامله جزء واحد ناحيه اطول من ناحيه. طيب انا هجيبها هنا جاهزه معايا اهي، انا خيطتها اوريها لكم عشان وقت الفيديو. شايفين؟ انا عملت طبعا اللون ده عشان انا بحب الالوان دي جدا. شايفين انا مخيطاها ازاي؟ حتى عملتها بالخيط الابيض عشان تشوفوها اكتر. اهي انا مخيطاها على ايدي ومسرجاها عادي سراجة عادية اهي. شايفين من هنا؟ هي مش محتاجة خياطة اصلا. او ممكن لو في حد عاوز، طبعا هو اكيد يستحسن ان انت تعمليها على مكنة. وفريدي مش عندك مكنة، ممكن تسرجيها كده وتوديها عند ترزي. تمام. طيب انا هعمل ايه بقى؟ شايفين انا عملت ايه هنا؟ انا عاملة ناحية طويلة وناحية قصيرة، علشان انا عاملة الناحية الطويلة ديت على قد الايه، على قد المساحة بتاعت الكرسي من هنا. انا هلبسها بقى للكرسي زي ما انتوا شايفين. اجيبها من هنا، اقربها شوية اهو كده زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. تمام. طبعا عمالة مش عارفة بصراحة عشان ما تطلعش في الفيديو بالشكل ده. طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ انا هوريكم بقى ثواني كده، هوريكم
شايفين كده؟ انا حبيت ان انا اقرب لكم مسافه شويه اهي. دي هنا الكيرف بتاعي. انا طبعا هبدأ لسه اعمل له زينة معينة كده بعد ما اخلصه. وده هنا اهوت الايه لحد هنا. تمام. الجزء ده طبعا هعمل ايه؟ انا بدأت جبت قماشة تانية كده، وهبدأ اعملها بقى هنا. افردها كده. بصوا شايفين؟ انا جبتها اهي. انا طبعا هظبطها من هنا عشان تغطي المساحة دي اهو. ومن الجنب بقى اما اوريكم الجنب بتاعه كمان. شايفين الجنب بتاعي هنا اهو؟ هبدأ اجيب هنا برضو، يعني انا عايزاها تتقفل لحد هنا كده. انا مخيطه الجزء اللي ورا الطويل، في جزء كبير ورا اهو، انا مخيطاه لحد هنا، مقصاه لحد هنا كده. تمام اهو. انا اوريكم دي. انا بقى هبدأ اعمل ايه؟ هبدأ اخيط الجزء ده مع الجزء ده كده، هخيطه وارجع لكم. تمام كده. بصوا زي ما انتوا شايفين، انا قلبت هنا الكرسي، قلبت الغطا، الكسوه اللي انا عاملاها على الناحيه اللي انا مخيطاها اصلا اهي. شايفين؟ وجبتها من هنا برضو عشان اخيطها هنا مع دي، عشان لما تتقلب على الناحيه السليمه. خيطت جزء هنا اهوت. تمام. الجزء ده مع الجزء ده، وهكمله. انا قلت اوريكم بس عشان تشوفوها. دي الخيطه بتتخيط عادي غرزه السراجه. تمام اهو. شايفين؟ انا خيطتها كلها اهيت كده، ومن هنا كمان من الجنب اهوت، ومن الجنب التاني. تمام كده اهو. يبقى اصبح اهو بالشكل ده. طب انا المفروض هعمل ايه تاني بقى؟ انا في عندي الجنب بتاعي ده اللي هو هنا ده. ماشي. انا عايزه اظبطه لاني مش هسيبه كده نازل. انا المفروض هعمل ايه؟ المفروض ان انا هجيب، بصوا هجيبها كده من تحت من هنا، وهنفذها كده واجيبها كده. شايفين؟ هتبقى جايه كده علشان تبقى جايه مظبوطه. طب انا هعملها ازاي؟ بالغرزه السحريه اللي دايما بنشتغل عليها. انا هثبت الكاميرا وهوريها لكم تاني. او زي ما انتوا شايفين كده، انا عملت الكرسي عشان يبقى مظبوطه اهي. هجيب دي كده واجيب دي هنا. ماشي. وهبدا اعمل ايه؟ انا هدخل من هنا الابره من جوه كده، من هنا ماشي. هضم الاتنين دول مع بعض. هجيب دي كده، دي الغرزه اهي. هاجي هنا على الناحيه التانية دي جايه واخده كده. هاجي من هنا على نفس الخط ده هنا كده، وأقوم جايه واخداها من هنا، من هنا برضو كده، وأقوم جايه واخداها كده. من هنا كده برضو كده اهو، زي ما انتوا شايفين. لما اجي اشد الابره في الاخر بقى مش هتبان، بس انا بوريكم. بس انا عملتها بالاول برضو عشان تبان. مع هنا هقوم جايه واخده الخط ده كده اهو كده اهي كده. انا خلصتها خياطه اهي. شايفين الخياطه باينه. اول لما تجيب الجزء ده بتاع الخيط ده واشده كده، خلاص كده الخياطه بتاعتي مش هتبان، لان دي اسمها غرزه سحريه. تمام. وضحت كده اهو. زي ما انتوا شايفين بقى انا خلصت خلاص اهو. شايفين؟ ادي التلبيسه اهيت كده. انا قفلتها من هنا المقاس ده، وادي هنا الشكل بتاع الكرسي اهو من هنا من الجنب اهوت كده، وادي الجنب التاني كمان. ماشي. يعتبر كده التقيل بتاعي خلص. طب انا المفروض هعمل ايه؟ انا طبعا قلبت الكرسي. انا كنت قلباه عشان كنت بخيطه وبعدين عدلته، يعني اقصد يعني. تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ في عندي حاجه هنا انا دايما اشتريه عشان المتابعين الجداد، دايما اشتغل بيه. اسمه استراس كده، بتجيب بالمتر. تمام. انا بجيبه وابدا اقص منه الشكل اللي انا عايزاه، المقاس اللي انا عايزاه. يعني مثلا عايزه سطرين او 3 او زي ما انا عايزه، يعني اقص. بيتقص، ممكن يتخيط وممكن يتلزق. طبعا انا بلزقه. فطبعا عشان خاطر الفواصل اللي هي باينه هنا كده مثلا، وفي فواصل هنا، في هنا مفيش مثلا، مفيش هنا. شايفين الحته دي كده؟ هنا دي مش باينه.
انا وايدي بقى في الخياطه. تمام. انا هبدا اعمل ايه؟ انا هبدا اقصه. قصيت منه هنا كده بالشكل ده، يعني 2 صفين، وهبدا احطه هنا كده. شايفين بالشكل ده كده، هنا كده، بحيث هلزقه كده. هيداري الفراغ ده وهيدي شكل رائع في للكرسي. انا هعمله لكم وبعدين نيجي نشوف. ثواني. اهو زي ما انتوا شايفين كده، انا جبت مسدس الشمع وهبدأ احط هنا على الفواصل دي كده زي ما هي واضحة قدامكم، من هنا كده الشمع بتاعي كده، وهحط هلزق ده كده عليها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. اهو هجيب من هنا كده من فوق وهبدأ الزق كده اهو. هيبقى كده منظره كده بالجنب، هيدي منظر حلو. هكمله وارجع لكم بقى. كده انا خلصت خلاص، انتهيت من الكرسي. انا عملت في الفواصل دي زي ما انتوا شايفين كده اهو، على الايطان بتاعه ومن الجنب من هنا بالظبط، بقى عامل زي ما يكون كرسي جاهز وما تكلفش مني كتير، ومنظره في منتهى الشياكه بصراحه. طبعا يا رب الفيديو يكون عجبكم. هو على السريع كده معلش. طبعا الناس الجديده تعمل اشتراك في القناه. لو الفيديو عجبكم، يا رب الفيديو يوصل ل1000 لايك. شكرا ليكم.